السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك كل حبايبي، ازيك كل مشاهدينا داخل مصر وخارج مصر. كل سنة وانتم طيبين. انا جاي لكم فيديو بخصوص الحر والصيف. الحر طبعا، فايه هقول لكم إيه اللي بينفع في الحر وايه اللي ما بينفعش، عشان في ناس بتبقى تصور فيديوهات قديمة وبتحطها ان هي حطها في الصيف. لكن انا عاوزة اقول لكم حبايبي ان في الصيف الحاجة ما بتنفعش، حتى لو طلعت بتنشف. لو طلعت الحاجة الورقية لو طلعت بتنشف. هو اللي ينفع في الصيف ايه؟ حاجة واحدة: الفلفل، النعناع، الملوخية. الفلفل، النعناع، الملوخية، الريحان هما ده اللي بينفعوا في الصيف. لكن كزبرة، قوطة بتموت. يعني انا كان عندي القوطة كبيرة وقرب تطلع، نشفت من الحر شديد. فانا هوريكم دلوقتي اللي عندي ايه، عشان ما حدش ينزل فيديوهات قديمه ويقول لك ايه ده انا زارع وعامل الكلام ده، فيا حبايبي وتقوم تتعقدي من الزرع. هنا الوقت بصوا حبايبي، ده طبعا بطاطا انا كنت زرعاها اهي، ما شاء الله اهي بطاطا. اللهم صل على النبي. بصوا حبايبي اهي، واحده كبيره جدا اهي، ومدت ازاي اهي. ده بطاطا انا زرعاها، بس زرعاها من زمان بقى، طلعها زي زينه كده. بصوا حبايبي عامله ايه. وهنا طبعا هنا كوسه. الكوسه بردك عاوزه ما يكونش فيه شمس، عاوزه ما يكونش فيه شمس خالص، الا اذا بقى في الارض طبعا بتبقى طراوه وحلوه. هنا عشان انا مضلله عليها هوريكم. بص انا عامله ايه. هنا انا عامله ملايه اهيت، يعني مضلمه عليها كده. بصوا بدي، فانا هوريكم انا عامله ايه الوقت. دي كوسه، لكن انا الكوسه اللي كانت في الشمس او في حته هوا بتنشف بسرعه، بتنشف بسرعه. هنا فلفل، ده الفلفل بتاع السنه اللي فاتت، رجوع يا حبايبي. انا لسه معايا ما زرعتش تاني، لسه صغير قوي بطيء. فحبيت اقول لكم عشان ما حدش يضحك عليكم يقول لا ده احنا بنزرع قوطه، بنزرع حاجات دي في الحر ملوش زرع، بخصوصا الحاجات الخفيفه. طبعا هنا النعناع اهو، ده الفلفل اهوت، ده رجوعه من السنه اللي فاتت، ما رضيتش اقطعه، قلت عما الجديد يطلع. انا زرع الجديد بس لسه ما طلعش، يعني لسه صغير. هنا بصوا مطلع ازاي اهو يا حبايبي اهو. هنا انا عامله ايه عشان الحر، حاطه عليه ده عشان الحر، ما حباش عليه من ناحيه الحر خالص، والشمس ما تجيش عليه، لان مجرد ما الشمس بتيجي بتموت لي الحاجه. موتت لي زرع كتير قوي. القوطه كانت جميله وزعلت عشانها بصراحه، لقيتها يعني تاني يوم من الحر لقيتها ميته خالص وما فيش فيها ولا ورقه. اللي هنا بينفع طبعا كمان اهوت يا حبايبي. بصوا الملوخيه اللي جميله جميله بصراحه، باخد منها وبعمل منها اهي. هما بيفيد عليا، ممكن اخدها احطها في الفريزر، اخزن منها في الفريزر كده بورقتها. بصوا حبايبي، الحاجه الوحيده اللي تنفع هي الملوخيه اهي. ومش خساره يعني الواحد، يعني مش خساره ان انت تزرعي ملوخيه، ده بالعكس، ده حاجه حلوه لكش. زياده عليك حطها في الفريزر، اغسليها خديها قطفيها اغسليها حطها في الفريزر اهي كده. بصوا احلى حاجه الملوخيه. والريحان الاخر ابتدى يطلع اهو يا حبايبي، ده الريحان. بصوا الريحان هو ده اللي بيطلع في الصيف. الريحان والملوخيه بيحبوا الصيف قوي، لكن الحاجات التانية تقيله في طلوعها ومش حلوه، عاوزه ارض، لان الارض بتبقى طراوه، لكن السطوح بتبقى بصراحه نار فبتحرق الحاجه. وده جرجير مزروع اهو، بس بطيء بقى مش زي كل مره اهو يا حبايبي. هنا كل ده مات منه حاجات كتيره. والكزبره بردك بتطلع وتنشف، بتطلع وتنشف. فالوحيد اللي بينفع الريحان، الملوخيه، الفلفل. ولو عندك عنبه زرعاها دي تبقى ماشيه بقى، بتيجي في ميعادها وبتطلع. انا زرع عنبايه اهي يا حبايبي، ظهر لكم اهي، تيجي في ميعادها وبتطول.
هنا دي. اللهم صل على سيدنا محمد. لو وصلت ان انا حبايبي اعملوا لايك، وطبعا حبايبي اللي ايه عارفيني يعملوا اشتراك، اللي اول مره يشوفني حبيبي يا حبايبي يعمل اشتراك، اللي اول مره يشوفني يعمل اشتراك، وطبعا حبايبي اللي متابعيني اعملوا لايكات يا حبايبي ما تنسوهوش. بص حبايبي اهو الجزء ده كله كان مليان قوطه، وفجاه مره واحده تاني يوم لقيته ميت، فبصراحه زعلت عشان الجو حر. بص حبايبي، وهنا طبعا زرعه لوف اهي يا حبايبي. بصوا اللوف اهو بيحب الحر، اللوف بيحب الحر، قلت اجربها كده بصراحه نفعت اهي. بس انا بردك مش حطاها في الشمس، انا مش حطاها في الشمس، انا مدلمه على كل حاجه، يعني عامله كل حاجه مغطياها. بص يا حبايبي اهو، فما حدش يضحك عليكم ويقول لا احنا بنزرع ومش عارفه قوطه والحاجات دي والكزبره والجرجير والحاجات دي بطيئه والقوطه بتموت والحاجات دي بتموت. فهو حبايبي زي ما قلت لكم ملوخيه، ريحان، فلفل، هم دول اللي بينفعوا، هم دول اللي بينفعوا. وبالنسبه بقى للاشجار اللي متعوده تطلع في الميعاد دي بتطلع بقى، هي دي الاشجار. لكن يا حبايبي اي حاجه حد يضحك عليك ويقول لك ده انا زارع وعامل، ده بتبقى فيديوهات قديمه منزلها. خلي بالكم من النقطه دي عشان ما حدش يتعقد في الزرع. انا اول واحده بتعقد لما مثلا حاجه بتبوظ، انا بزعل بصراحه لان تعب، ببقى فرحانه بالحاجه والاقيها تروح مني لان هي عامله زي الطفل الصغير. اللهم صل على سيدنا محمد. الحاجات دي حبايبي اللي هو الشجر ده بيعوز شمس، ده انا حطاه في شمس جامده، عشان لو لاحظتم الورد ده بتاع جناين اهو بيطلع عادي. الحاجات دي كانت مطلعه ورد كتير، طبعا الورد بردك ايه نشف اهو. بص الورد بينشف من كتر الحر. وهنا فل جوازي، فل جوازي ايه يا ام زياد، بيطلع 2 بس بينشف بردك من الحر، الواحده بتطلع 2 اهو يا حبايبي. الشجره كانت مطلعه كتير قوي، فبنتي بتاخده وتحطه في كوبايه وفيها ميه اهو. ده فل، بس بصراحه الفل الاخر بردك عاوز شمس، والورد البلدي عاوز شمس، الحاجات دي كلها عاوزه بقى شمس. لكن الحاجات زي ما قلت لكم الورقيه لا ما بتبقاش عاوزه شمس خالص، وبتزعلي عشانها. دي شجره الليمون الاخر بتعوز شمس. حبيت اوريكم حبايبي عشان ما حدش يقول ده انا بزرع في الصيف وبعمل وبينزل لكم فيديوهات قديمه. لا يا حبايبي، الصيف حاجه والشتاء حاجه، كل حاجه لها حاجه اهو. هي الحاجه بتطلع بس بعد كده مع درجه الحر الورق بيتحرق، الحاجه بتطلع بس مع درجه الحراره الورق بيموت. فانا حبيت اقول لكم حبايبي، وطبعا بشكر حبايبي وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وتعودوا لها بخير يا رب، وربنا يبارك لكم، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يديكم نفسكم فيه. واقول لكم يا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا كل حبايبي.